هذا وقد وصف معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني وصف الهجوم الذي استهدف مطار عدن بالغادر والجبان والإرهابي، وأوضح أنه يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والأمن. وأضاف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن الحكومة باقية في عدن لممارسة مهامها مسنودة بإرادة من الشعب. هذا الهجوم الغادر والجبان والإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادها. الحكومة في عدن لتبقى ولتمارس كل مهامها وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب وإرادة صلبة كجبالنا لن تثنينا أيادي الإرهاب والغدر عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب والغدر حتى ننتصر في هذه المعركة، ولن نقبل بغير النصر.